السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل صالح، أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام على أخونا الدمشقية. وعليكم السلام. الدمشقية. والسلام على من يتابعنا. الله يحفظك. والسلام على من اتبع الهدى من الشيعة. استغفر الله. اللهم أرض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعلن تسنني اليوم ليلة رمضان من الكويت بعد أن ظلني أهل العمائم عليهم لعنة الله. الله المستعان. الله المستعان. طيب خذ راحتك، خذ نفس. خليني بس أسألك سؤال. أنت حضرتك قلت أنك كويتي. إيه نعم أخوي. وكنت شيعيا. إيه نعم. تحب تذكر اسمك ولا لأسباب ما تود أن تذكر اسمك؟ والله يا شيخنا الفاضل احنا عائلة كبيرة شوي. أي لا بأس لا بأس لا بأس. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. وهذه حقيقة هذه بشرى لي وتسعدني جدا، وهذه يعني أسعد لحظة لي يعني في خلال هذا اليوم. سبحان الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. بس ما الذي دعاك إلى أن تتصل وتعلن هذا الموقف يعني؟ شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. قول شنو ما دعاك؟ شنو ما دعاك؟ في أسباب أكثر من واحدة. في السادة اللي عندنا، السادة ما خلوا إلا فلوس ما سرقوها. حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. ما خلوا لا بنت تصبوها. أبدأ من الشيخ محمد الجمعة. محمد؟ السيد محمد جمعة. اللي ذاك اليوم يهدد السعودية داخل منابر مساجد بنيد القار ويقول الفرقة الضالة ونحن الفرقة الناجية. من أنت تقول؟ من أنت تسب الله وتسب الرسول؟ استغفر الله. هذا من أخلاق الدين؟ هذا من أخلاق الدين؟ وكل ما أجيب لك آية شيخنا، كل ما أعطي آية ولا شيء مثل ما تقول ادعونا الحسين. دعيته أنا شيعي، كنت شيعي سابقا، فقلت له يا شيخ يا محمد يا محمد جمعة شيخنا أنت كبيرنا لازم أتعلم منك. جيت سألت سؤال قلت بعض السنة يقولون من قرآن وقرآنكم ادعوني أستجب لكم. قال الله يقول لا هذا قرآن محرف. أقول شلون الله سبحانه وتعالى يقول نحن نحفظ القرآن، شلون تجيني هم سالفة هذه؟ وكل ما يقول لنا خلاص أنت راح تدخل النار. من أنت؟ ربنا؟ أقول أنت ربنا؟ أسألك بالله أن تجيبني. نعم. انتبه، وأنت مسؤول أمام الله يوم القيامة، سوف تقف نعم. بين يدي الله. نعم. وسوف يسألك عن هذه الشهادة. أنت أيوة. سمعته يقول أن القرآن محرف؟ اي والله اي والله. خلاص صدقتك. لا تسألني أنا، اسأل كل اللي بنيد القار كله من أول إلى آخره، من أول بيت لآخر بيت. لا تجيني أنا. حتى اسأل الشيعة نفسهم، اسأل الشيعة نفسهم، هو مستأين منهم الشيعة كلهم مستأين منه كلهم. وشكل قناة وصال ما قصرت، و99.99% يتابعون قناة وصال الشيعة كلهم يتابعونه. ما أقول لك ولا واحد، حتى 100% كلهم كل الشيعة كل الشيعة. طيب أخونا صالح، بس حتى بس لنضيع الوقت، كيف يعني بدأت معاك رحلة الانتقال من الشيعة أو التشيع إلى السنة؟ يعني كيف ما الذي حدث لك؟ شيوخنا ينذرون من قناة وصال وقناة صفا لحد يطالع لهم ويطالع لهم ذنب عظيم، ذنب أكثر من الموت. تصورت منه أكثر من الموت. قلت خلينا نشوف. ولا شفت عجب العجاب يا شيخ، عجب العجاب. الأسبوع اللي فات تغيرت 180 درجة. رحت سألت شيخ بتويتر اسمه غاثة الشيعة، سألته ما قصر معاني، أعطاني كم إجابة. ورحت سألت أخونا جزاه الله خير فيصل الشقحة، سألته ما قصر معانا. سألته سؤال قال تبي من كتبكم ولا من كتبنا؟ قلت له أعطني اثنين، وأعطاني اثنين، وعندي أعطاني أحاديث وأنا حافظهن. الحديث ذلي كله أعطاني الحديث ذلي. قلت أشهد لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، الحمد لله اللي رداني للصواب والحمد لله. الأسبوع اللي فات أخوي السنة الحمد لله، ولحقت وانا متاخر ان شاء الله اليوم الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الف مبروك. يعني الان تحب عائشه والصحابه واهل بيت النبي. انت كسبت الصحابه ولم تخسر اهل البيت. هذا ما نقوله. الحمد لله. شيخنا بغيت اقول لك معلومه بس، كنا احنا اكبر الداعمين لبشار الاسد، والحمد لله ان شاء الله اكبر الداعمين للثوار سوريا. والله ينصرهم والله يثبتهم والله ينصرهم على الطاغية بشار الأسد وحزب الله وكل من عاون وتابع بإذن الله. آمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا،
على هذه المداخلة الطيبة. أسأل الله أن يثبتك. لحظة أخونا صالح بس بارك الله فيك. هو يقول أن هذا الرجل محمد جمعة يسب الصحابة مو محمد جمعة بس، أتبي أعطيك شيوخ أنا حافظهم. لا حافظهم وحافظ مكاناتهم وحافظ وين يروحون وين يردون ومين يبوقون فلوس ومين يضمون، أنا حافظهم كلها. يعني أقول يعني هؤلاء المشايخ يعلنون أن القرآن محرف ويسبون الصحابة، يعلنون قدام الناس في المساجد وعلى المنابر. شيخنا عبد الرحمن الدمشقية أنا عندي صور وعندي فيديو، أنا عندي فيديو حريم ترقص قدامهم، حريم أنا في أنور راح أرسل لكم إياه القناة وصال، حريم ترقص قدامهم. ترقص قدامهم. أنا راح أرسل لكم، ما قصر بإذن الله معكم. طيب الأمر الآخر، تقول أنهم يكذبون ويأخذون أموال الناس بالباطل. ما أسمع. تقول أنهم يكذبون ويأخذون أموال الناس بالباطل ويسرقون الأموال. حنا يا شيخ ليه قلت لك عائلة كريم؟ مو عائلة كريم استغفر الله، حنا أعظمكم أكرمكم عند الله أتقاكم، عائلة غنية شوي، في تجار حنا، فكل شهر ياخذون مننا 50 دينار كل شهر بس، حتى لو ما عندك قصب ياخذون منه. وشوف بيت محمد جمعة، شوف بيت مطلي من ذهب، شوف اللي تحته والله ما يحصون. أنا كسروا خاطري ذولا، حسبنا الله عليهم. تبين أقول لك أسماء السادة وبيوتهم وين يسرقون فلوس، أنا حافظهم واحدة ورا الثانية. طيب أسألك سؤال ثاني معلش بارك الله فيك، كانوا يلزمونكم بأن تؤيدوا بشار؟ يلزم، والما يؤدى دخل النار، يقول لك ما يؤيده أنت دخل النار، سوي اللي تسويه إن شاء الله تعبد علي، تسوي اللي تسوي دخل النار. احنا غصب عن رؤوسنا، أبوي كان يدفع، حتى كان سبحان الله جانا يوم ما نحصل أكل، لما نروح للشيء ما عندنا أكل، لا خمسوا كبدكم، خمسوا تلفزيونكم، بيعوا تلفزيونكم، شو الحرامية بأيام قريش بأيام الكفر والضلال ما سووا كذي. طيب ما سألتوهم عن الزكاة أخي صالح؟ ما كنتوا تسألوهم طيب الخمس عم تاخذوه؟ طيب الزكاة الخمس أنا سألت اليوم، أقول لك بتويتر اسمه نقاصة الشيعة، سألته أعطاني يقول لك الحين، قلت له لله خمسة، قال لي إلا خمسة، فرد علي هذا نقاصة الشيعة يقول لي الخمس ما ينخذ إلا بأيام الحرب، يعني مثل ما تقول كل أنا عارف. الحرب. لا وشون تاخذ من الصدقة؟ صالح ما فهمتني. أنا عم أقول لك لو سألتوا مشايخ الشيعة إنه طيب أنتوا عم تاخذوا من الخمس. لا تسألهم، أنا سألتهم ولو ما يقدرون يجاوبونك يتحتونك، لا بيتحتونك طاقات بعد يطلعونك بطراقات، ولو جاوبتهم يقول لا الله أمرنا إنك ما ترد علينا. ليش؟ لأن الله أمرنا إنك مثل ما تقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإحنا أحفاد النبي. اللهم المستعان. على كل حال هنيئا لك ومشكور جدا على اتصالك. في أسئلة أخرى شيخ تسأله؟ لا خلاص. عندك شيء آخر تقوله؟ خلي تليفونك بالكنترول حتى أتواصل أنا وياك إن شاء الله بعدين. إن شاء الله بيض الله وجهك دكتور. جزاك الله خير. الحمد لله أخونا صالح، شكرا لك.